الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقة تعليم الخط العربي. وإحنا إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن خط الرقعة، وهنكتب الآية القرآنية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونخش على طول في الدرس عشان ما نضيعش وقتكم، يبقى وقتنا ضيق جدا. إن هنكتب على طول الكلمة وبعد كده هنبدأ نشرح تفاصيل الحرف. إن الصلاة إن الصلاة إن الصلاة كانت. أرجو منكم فقط بس الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، يعني عشان الحاجات دي بتخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. نحاول نفيد بعض. إن الصلاة كانت على، طبعا الحروف دي كلها هشرح لكم ازاي تجيبوها ب5 خطوات فقط، ب5 حركات، اللي هما حركة الألف أهو، دي كده حركة الألف والدال والتلات نقط والنقطتين والنقطة. معنى أصح إن كل اللي أنا عملته كتبته ب5 خطوات دول بس، وده هنعرفه دلوقتي مع بعض بإذن الله. بس أخلص كتابة الآية القرآنية على المؤمنين، على المؤمنين مؤمنين كتابا موقوتا. هنشرحها، أنا بس بكتبها لكم، بس هنشرحها مع بعضينا. واخدين بالكم كل حركاتي يا عمودية يا رأسية. طب ازاي بقى نستنتج الجملة من ال5 خطوات اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ ونجيبهم كده قدامنا، اللي هي الألف والدال والتلات نقط والنقطتين والنقطة. ازاي؟ كلمة إن، أدي الألف أهي، تمام. كلمة حرف النون، حرف النون هو الدال، بس بنطول دي شوية كده، تمام. وبننزل بالنقطتين بتوعنا اللي هما دول برضك اهو. وهو حرف الدال دوت عبارة عن حرف الدال ده عبارة عن النقطة دي والنقطتين دول، عملنا الدال، تمام. طب دي تبقى دي اللي هي التلات نقط مقلوبين اللي هما دول كده، بس انت هتعملها كده. يبقى احنا كده كتبنا النون. موضوع سهل جدا يا جماعة والله. طيب هنا الألف واللام، ادي الألف برضك بتاعتنا، ادي اللام، وادي النقطتين اللي تحت، تمام. وادي التلات نقط مقلوبين عملوا اللام. طب الصاد،
الصاد 3 نقط زي ما هما، ونقطتين في نقطتين، عملنا الصاد. طبعا الألف واللام هنا هي نفس الحكاية أهي، بتاخد دي النقطتين، السنة دي نقطتين، تنزل عليها الألف عمودي، والألف يبقى مايل ناحية اليمين شوية. طيب ايه تاني؟ دي نجيبها ازاي؟ دي التلات نقط صغيرة، وبطول بيها كده، وبمشي مع الموازية لدي اهو في الاتجاه ده. يبقى بعملها كلها مع بعضها ازاي؟ اهي تمام، 3 نقط بتوعي اهم، بنزل دي كمان اهي اهي، جت. موضوع سهل جدا اهو. طب كانت 3 نقط بس، هما 3 نقط كده، لا احنا هنعملهم كده تمام. يبقى هي ادي ال3 نقط مع قوسين اهي، وفي نقطتين هنا بقى، وبعدين بطول، بنزل بالقلب بتاعتي، وبجيب الكاف بتاعتي من هنا. لو انا خدت خط مستقيم كده وحطيت نقطتين، هلاقي الارتفاع هبوط من الزاوية بتاعة الهبوط، ان انا ارتكز على النقطتين وانزل بيها على الكاف على البداية هنا تمام. كانت يبقى نقطتين اهم، نقطتين بتوع عاديين في نقطتين تاني في 3 نقط. لما اقفلها كده تديني تديني النون والت. طب العين كلمة على الدال بتاعتنا كده اهي، صح؟ انا هقلبها كده، واجيب نقطتين هنا في نقطتين هنا. موضوع سهل جدا يا جماعة اهو. طب القلب بتاعتي بنزل بيها اليه اهي كده، اللي هي نص الايه، يعني دي كده اهي 3 نقط، 3 نقط بتوعي، 3 نقط بتوعي اهم، صح؟ انا بقى هجيبها، المفروض دول ال3 نقط، انا هجيبها من هنا اهي، دي كده بس، وبجيب هنا كده نقطة لتحت، وبجيب هنا كده نقطتين، وبجيب ال3 نقط بتوعي معكوسة، عملت الياء. طب انفذها تحت اهي، نقطة في نقطتين في 3 نقط، عملت الياء. المؤمنين الألف، معلش الدنيا زحمة بس هي كده يعني، إن شاء الله بإذن الله المعلومة توصل لكم. المؤمنين أدي الألف، أدي اللام. طب هتجيب الميم إزاي؟ الميم أدي نقطة، وبمشي نقطتين كده، عملت طب الواو أدي الواو، بحط نقطة هنا كده، أو بتخيل نقطة هنا وبلف حواليها، شايفين إزاي أهو، وبنزل بيها أهي بنزل بالراس بتاعتها، الرقبة بتاعتها أهي، النقطتين اللي تحت الشرطة بتاعتها اللي تحت أهي، شايفين؟ ممكن تترسم بالمنظر ده كده تمام. ده شكل اهو، مع الاحترافية طبعا هتجيبها مع التدريب، هتجيبها مرة واحدة، وممكن تعملها كده لما بعد ما بتنزل كده اهي، دي صح ودي صح. دي هتيجي، دي مع التدريب، دي هتيجي مع الاستمرارية مع الاحترافية بإذن الله تمام. ال الميم مع النون مع الياء، ادي الميم، ادي النقطة، وبسحب نقطتين، ولما بيبقى عندي 3 سنون يا جماعة بحاول ان انا اغير في شكلهم، او اركب نقطة طويلة كده كبيرة، المؤمنين، وادي التانية، وادي السنة التالتة، وادي النون اهي، المؤمنين كتابا موقوتا. بالتالي احنا كده كملنا، عدنا 10 دقايق، وانا عشان ما اطولش عليكم ارجو انكم تكونوا استفدتوا، وارجو انكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.